أصل التعامل بالعقارات في مصر مخاطرة جدا. لا، يعني لو ده سؤال أنا برد بقول الإجابة لا. طب إيه دليلي؟ أقول لكم إيه الدليل. البنك بيدخل صفقات خسرانة؟ لا، لازم يكسب. البنك طول الوقت يا جماعة لازم يكسب، لازم ياخد العميل اللي داخله البنك يعمل كل اجراءاته ويقول له كل الحاجات والمحتاجات وفي الاخر يكسب. حضرتك النهارده لو رحت كده لاي بنك وقلت له اديني بيت هيديك بيت، عشان يوم ما مش هتدفع الاقساط سهل اوي هيسحب منك البيت، مش هيعمل اي حاجه. والسيارات طبعا. طب عمرك بقى سمعت عن حد رايح البنك يقول له اشتري لي ذهب فهيشتري له؟ لا، مش هيشتري له. لكن عقارات هيشتري لك في اي مكان. وبدليل ان العقارات ما فيهاش اي مخاطره في مصر، ان هم كمان دلوقتي يعملوا خارج كومباوند. ان هم كمان دلوقتي يقول لك لو انت عندك في كومباوند بيت وعايز تاخد عليه تمويل اتفضل، عشان دايما الكومباوند بيكون معاه تراخيص للارض من غير شروط الجهاز مش هتركب له عدادات. قصه كده هنتكلم فيها في وقت تاني. طب ايه كمان؟ لو العقارات في مصر مخاطرة ما كانش كل المستثمرين من أنحاء العالم والدول الخليج، اللي هم بيعملوا بقى أبراج ومش عارفة إيه والحاجات دي كلها، عشان مش حافظة قوي صراحة يعني، يجوا يستثمروا في مصر ويعملوا كومباوندز في مصر والمصريين يشتروا منهم واللي خارج مصر يشتروا منهم. فما فيش حاجة اسمها مخاطرة. العقار ممكن يثبت لكن يستحيل يقل. يستحيل يثبت، يقل لا، مش هيقل. هيقل ازاي؟ يعلى. كل يا جماعه ما الكومباوند بيتعمل فيه مرحله لو صغننه قد كده اهو بيعلى. طب زي ايه؟ انا النهارده عندي كومباوند مثلا يعني 10 فدان، اول مرحله خلصتها. لو انا عامله بوابه صغيره وكمان شويه عملت بوابه كبيره وضخمه ومش عارفه ايه، انا سعر الكومباوند عندي بيعلى. كنت عامله لاندسكيب صغير وكبرت كل المرحله بتاعه اللاندسكيب عندي خلصت، الكومباوند عندي سعره بيعلى. لو الساكن عندي 10% وبكره بقى 20 30%، الكومباوند سعره بيعلى. لو النهارده خلصت مرحله وهو مكون من 10 مراحل وخلصت دلوقتي 4 مراحل، مش هقول بقى كل المراحل، الكومباوند سعره بيعلى. ايه الخدمات لما بتدخل الكومباوند سعره بيعلى؟ كل زرعه بتتحط في الكومباوند سعره بيعلى، كل طوبه سعره بيعلى. عشان كده دايما بير لونش، يعني بير لونش ده اول مرحله في الكومباوند يقول لك ايه؟ استثمر. هو عنده حق بس المهم الاختيار. المهم الاختيار، صيانه، اداره، خدمه